اصل اقنعني كده يا عم فيني، هو احنا كلنا هنلعب هجوم؟ خلاص الفرقه كلها هتلعب هجوم بقى ومحدش ينزل يدافع، انت وغيرك. اصل الوحيد اللي هيبقى عنده الواجبات الدفاعيه قليله هيكون هو مبابي، مش عشان اسمه مبابي ولا عشان مكسر الدنيا، عشان هو المهاجم بتاعنا. دوره في الدفاع هيقتصر ان هو يضغط على دفاع الفرقه الثانيه ان هم ما يطلعوش الكره مرتاحه. وكلمه المدريديه، جهز نفسك يا معلم ان احنا داخلين على فتره نظافه ومتانه، عشناها قبل كده وشكلها هتتكرر تاني، سواء مع تشابي الونسو او غيره. يمشي اللي يمشي ويجي اللي يجي، اهم حاجه نوصل للتشكيله الافضل لينا. احب افكرك يا عم فيني ان احنا اول ما جبنا كريستيانو رونالدو في 2009 كنا جايبين معاه عتاوله، وجبنا السنه اللي بعدها عتاوله، وبعدها ناس كتير قوي مشي، وجبنا اسماء ما كناش نعرفها، وقلنا ازاي نمشي الاسماء ديت ونجيب الاسماء دي. وتخيل الموضوع نجح، والاسماء اللي كانت داخله عندنا النادي واحنا مش راضيين عنها بقت طالعه من عندنا اساطير. احنا كمدريديه يا فيني، انت او غيرك وانت تعز عليا فعلا، ياما ودعنا اساطير وكملنا عادي يا معلم، وعشنا وتعايشنا، واخرها اهو زي ما انت شايف. خلاص احنا بنجهز نفسنا ان احنا نودع بابا الشغلانه، المعلم فلورنتينو بيريز، اعظم رئيس نادي جه في تاريخ الكوره.